يا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من هلو ماذر فازر. بعد ما عرفنا ليه التربيه الايجابيه دي مش فشخره فاضيه، وازاي نسيطر على نوبات الغضب، وازاي نبني لهم الثقه بالنفس عشان ولادنا، ودي حلقات اللي فاتت ما تنسوش تشوفوها. النهارده بقى هنتكلم عن المعضله الكبرى اللي بتطارد كل اب وام بجد. ازاي نقول لا لاولادنا من غير ما نحس ان احنا يعني مجرمين حرب، وفي نفس الوقت من غير ما نجرحهم او نكسر بخاطرهم. كتير مننا بيشوف ان كلمه لا دي مسمار في قلوبنا كده، بنبقى خايفين نزعل ولادنا او نحرمهم من حاجه نفسهم فيها، كاننا يعني قاطعين رزقهم، او نحسسهم ان احنا مش بنحبهم يعني علينا يعني. لكن الحقيقه يا جماعه يعني ان الحدود والقواعد دي مش سجن انفرادي، ده جزء اساسي من التربيه الايجابيه، وضروري جدا عشان عيالنا يطلعوا بني ادمين اسوياء. لما الطفل يعرف ان في حدود واضحه بيحس بالامان وبيتعلم الانضباط والمسؤوليه، يعني يعرف ان الدنيا ليها نظام مش سوق هي يعني. قبل ما نعرف ازاي نقول لا بالشياكه، تعالوا نفهم احنا ليه اصلا بنتهرب منها. يعني ليه مش عايزين نقول لا؟ الخوف من زعل عيالنا. مين فينا يعني بيحب يشوف ابنه بيعمل دراما كوين بقى وبيعيط، وبنته بتتعصب ولا بتولع في البيت؟ بنخاف نزعلهم، واللي اتكلمنا عليه قبل كده. الرغبه كمان في ان احنا نفرح ولادنا، بنحب نشوف ولادنا مبسوطين، وبنحس ان رفض طلباتهم بيقلل من سعادتهم، كاننا يعني بنجيب لهم جوابه. كان لازم كمان يكون ما نحسش بالشعور بالذنب، خصوصا لو بنشتغل ساعات طويله. بنحس ان احنا عايزين نعوضهم بالموافقه على كل طلباتهم، كان الموافقه دي يعني كفاره ان احنا مش معاهم. بتتجنب النقاش او الخناق، احيانا بنقول عشان نخلص ونريح دماغنا من الزن والنقاش الطويل اللي بيقلب غالبا بخناقه حواريه. الخوف من ان احنا نكون اباء او امهات وحشين. المجتمع بيدينا احساس ان اللي بيقول لا ده وحش، فلازم نقول له تحت امرك يا باشا على اي حاجه يطلبها. دي خرافه طبعا. كلمة لأ مش بس كلمة سلبية دايما، بالعكس ليها فوائد كتير للطفل على المدى الطويل. دي تعتبر كنز لو عرفت انت تستخدمها صح. بتعلمه حدود الأمان، الطفل بيعرف ايه اللي ممكن يعمله وايه اللي ما ينفعش، خط أحمر يعني بيحميه من المخاطر. بتعلمه يستنى ويأجل، وإن مش كل حاجة بتحصل في ساعتها، ده بيعلمه الصبر. بيعلمه إن كل طلباته مش مجابة، لأن ده جزء أساسي من التعامل مع الحياة الواقعية. يعني مش كل حاجه نفسه فيها بتحصل له. طب ما انا نفسي مثلا الفيديو ده يوصل ل 3 مليون، يعمل لايك وشير بقى. بتعلمه قيمه الحاجه اللي بيعملها، ليه ما ياخدش كل حاجه بسهوله. بيقدر قيمه اللي بياخده، يعني الحاجه اللي لما بتيجي بسهوله بتروح بسهوله، واكيد انت فاهمني. بتعلمه احترام السلطه والقواعد، ودي مهاره اساسيه هيحتاجها في المدرسه والشغل وفي كل مكان، ما يطلعش بلطجي. بتنمي قدرته على حل المشاكل بتاعته. لما ما ياخدش اللي عايزه بيبدأ يفكر في بديل، بيشغل مخه اللي ربنا اداهوله ده. طب ازاي نقول لا بطريقه تخلي الطفل يفهم ويتقبل من غير ما نحسسه اننا بنرفضه هو كشخص يعني؟ ازاي؟ خليك حازم واضح ومختصر. لما تقول لا خليك واضح وما تترددش، جمله بسيطه زي لا يا حبيبي مش هينفع دلوقتي، افضل من كلام كتير متلجلج بقى اللي هو بص اصل أنا مش عارف. اديله البديل لو في امل، لو ممكن يعني اديله بديل لطلبه. مش هينفع نلعب على التليفون دلوقتي، ممكن نلعب رياضة او نرسم يا فنان. ده بيحسسه انك بتديله اختيارات حتى لو الرفض موجود، يعني مفيش مشكلة. اشرح له السبب باختصار ووضوح على قد فهمه. الطفل محتاج يفهم ليه الرفض ده حصل، لكن ما تدخلش في تفاصيل كتير، هو مش هيفهمها، هو مش تحقيق بوليسي. هو قول له لا مش هينفع نشتري اللعبة النهاردة عشان اتفقنا نشتري اللعب في عيد ميلادك بس يا جميل. يا سلام. او قول له مثلا لا مش هينفع تاكل الشوكولاتة دلوقتي عشان ده ميعاد الاكل وممكن بطنك توجعك يا حبيبي، فكل وبعد كده كل الحاجة الحلوة. افصل التصرفات عن الشخصية. لما بترفض طلب انت بترفض التصرف او الطلب، مش بترفض ابنك كشخص. ممكن تقول له انا بحبك جدا يا حبيبي لكن مش هينفع نشتري اللعبة دلوقتي. دي القاعدة اللي انت حطيتها معاه. وافق على مشاعره. هو طبيعي يزعل او يتعصب لما يتقال له لا، اعترف بده. قول له انا عارف انك زعلان دلوقتي عشان ما قدرتش تلعب على التابلت، ومفهوم ان انت تحس بكده، ده حقك. ده بيخليه يحس انك فاهمه.
خليك هادي وثابت معاه. لو الطفل حاول يزن او يعيط، حافظ على هدوءك وثباتك كأنك جبل كده ما بتتزحزحش. ما تتراجعش عن قرارك ده مهما كان عشان تتجنب عياطه. ده كده هيفتكر ان الزن والعياط بيجيب نتيجة وبيخليك انت حر. حط قواعد واضحة، حدود واضحة ومسبقة من قبل كده واضحين فيها. الافضل دي الحدود دي تكون معروفة لطفلك من قبلها. يعني قانون البيت معروف، لو في وقت معين للشاشات عرفه من الاول. بعد نص ساعة اللعب على التابلت هيتقفل يا بطل. خليك قدوة حسنة. انت كمان كأب او ام ساعات بتحتاج تقول لا لنفسك او تتنازل عن حاجة. ده بيعلم طفلك انك مش روبوت. الطفل بيتعلم منك وبيهتم لما يشوفك بتعمل فبيقلدك. عشان نسهل على نفسنا ممكن نفكر في كل موقف بيحتاج لا بالطريقة دي. يعني ممكن مثلا نعتبرها خريطة راحة البال. ناخد طلب مثلا زي ماما ممكن افتح التلفزيون. الرد الواضح والحازم انك تقول لا يا حبيبي مش دلوقتي، نبرة حازمة كده وهادية. تقوم شارحة السبب باختصار: عشان لسه ما خلصتش واجباتك. وافقي على مشاعره زي ما قلنا. قولي له انا عارف انك نفسك تتفرج على الكرتون بابتسامة بسيطة كده، يعني كده تبسمك كصدقة يا اخي. قدم البديل لو ممكن. قال له ايه رأيك نخلص الواجب وبعدين نلعب سوا شوية. التأكيد على انك بتحبه. انا بحبك يا بطل. طبطب عليه طبطبة خفيفة كده على كتفه. يا سلام، ده لو ينفع طبعا. قول لا مش معناها انك قاسي او مش بتحب ولادك، بالعكس ده دليل على حبك وحرصك على انهم يكبروا اشخاص مسؤولين عندهم قدرة على ضبط النفس وبيقدروا قيمة القواعد في حياتهم. الحدود دي زي سور الأمان اللي بيحمي الطفل وهو بيكتشف العالم، يعني بيكتشف الحياة وهو مطمن. جهزوا أسئلتكم واستنونا في الحلقة الجاية من هلو مصدر فضل، اللي هنتكلم فيها عن ازاي نعلم ولادنا المسؤولية والاعتماد على النفس. دي بقى حلقة هتغير مجرى الحياة خالص. وقول لنا ايه اكتر موقف بتلاقي فيه صعوبة انك تقول لا لاولادك، وشاركونا بيه في التعليقات يمكن نلاقي حلول لبعض. وما تنساش تشوفنا الحلقة الجاية. حلو مصدر فازر عشان ولادنا يستاهلوا احسن تربية. سلام.